السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا جديد حول إصلاح دريل فتح وشد من شركة بارك سايد. هذا دريل شحن فتحته سابقا، وهسه راح أوضح لكم العطل. خل أشيل الراس مالته من الموتور. أنا فحصته وعفته هيجي، قلت أبين لكم طريقة التصليح مالته خطوة بخطوة إن شاء الله. أول ما جيت هنا أنا فحصت، صار عندي قصر بالدائرة شورت، يعني الموتور ما اشتغل، يعني الموتور متضرر. فالضرر هنا اللي بالموتور من يصير شورت، يعني معناته هذا الفحمات مالته وقع، تكسر، طبقة فحمة على فحمة طبقت. المهم هو الخلل صار داخل الموتور. فالخلل من يصير داخل الموتور يعني الموتور يا اما يستبدل يا اما يتصلح. فراح اقص الوايرات مالته للسهولة. هنا أنا بعد ما اقص الوايرات مالته راح ابدي افتح القبق مالته. هذا البنطات يعني بالكترت ممكن ان يزالن بهالطريقة هاي، يعني الشغلة سهلة وبسيطة. بهالطريقة هاي ينفتح الموتور بسهولة. راح اجيب نفيذ مدبب وابدي ارفع القبق بهالصورة هاي بعد ما فتحته. هنا بين عندي الخلل، اوضح لكم اياه على الكاميرا. هذا وحدة من البروشات، وحدة من الفحمات طايرة. فسبب الشورت يعني وضح، هذا من تطير هاي يعني الفحمات يقعدن على الكوميتيتر. من يقعد على الكوميتيتر هنا بدون فحمة يعني راح يسوي شورت بين الأقطاب مال الكوميتيتر، يعني بين الكويلات. فمعناتها الخلل واضح جدا. بهاي الحالة أنا لو استبدل هاي مال الفحمة من موتور قديم، لو أجيب وحدة مثل هاي أنا عندي موتور ثاني، فجبت هاي راح تقعد عندي مضبوط. فتصليح الموتور دائما يكون عبر تبديل هذا الجزء راح يصلح الموتور، يعني نادرا ما يحترق. هاي الموتورات نادرا ما تحترق. الخلل الرئيسي والأساسي يجي بالفحمات. الفحمات لو تستهلك لو تتفلش. أنا بدلته، إن هذين الموتورين قطعة واحدة، فبدلت الكويل مكان هذا واستعملت البروشات، يعني بدلت من موتور الموتور. فبالنتيجة طلعت بهذا الموتور. فهسه راح اجيب ال 12 فولت. طبعا هاي محولة. فراح افحصه. شوف الشغل مالته، ما شاء الله شغل جيد واشتغل بصورة صحيحة. فهسه ما بقى غير بس نجمعه ونشده. أتمنى تكون استفاديتوا من هذا الفيديو. إذا عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.